بسم الله الرحمن الرحيم. في ظاهرة موجودة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات تقريبا أغلبها، يعني اللي هي ظاهرة الأقليات. في دايما في جزء كده من الشعب، ممكن يكون وافد أو يكون من أهل الشعب نفسه، بيتمايز كده، بيتبلور حول نفسه كده وبيكون مجتمع صغير. يعني بينفصل كده شوية عن المجتمع الكبير ويكون مجتمع صغير. ده كل بلاد العالم. يعني امريكا مثلا فيها المجتمع الكوميونتي، بيسموه الافريكان كوميونتي، المجتمع الافريقي الاسود يعني. في الايطاليين عاملين مجتمع، اليونانيين، في الهسبانيك طبعا اللي هم من المكسيك وحاجات زي كده. في عندهم الهنود الحمر، في الانجلو ساكسون، في الالمان، في كتير جدا، في الروس، في الكوريين، اليابانيين، الصينيين، هنود، عرب، مسلمين، مصريين، اقباط وغير اقباط. فمصر مش استثناء عن هذا الكلام. مصر طول عمرها فيها اقليات، وده شيء طبيعي. في اقليات بتضمحل مع الوقت وتندمج في المجتمع الكبير. يعني بيبقى ليها مجتمع كده، بس مع الوقت بتضمحل وبتخش في المجتمع الكبير. وفي اقليات بتعافر وتفضل محتفظه بتاع، بتخش جزئيا كده. في مثلا عندنا كان عندنا الاقليات المماليك، دول اتراك، دول من الاتراك، الشركس والبتاع دول اندمجوا في الشعب المصري. كانوا الاول ليهم كوميونتي كده خاص بيهم، بيتجوزوا من بعض لا دلوقتي بقوا جزء خلاص. ما تعرفش ما تعرفش المصري من التركي، من المملوكي، فين. يعني في عائلات اسمائها مملوكيه زي حسين فهمي مثلا، ده من عائله مملوكيه. لكن فكتير، بس ما تحسش يعني يعني عادي بقى جزء من الشعب المصري، يعني ما بقاش في اقليات اندمجت جزئيا، زي الاقباط اللي هم تبنوا اللغه العربيه، وخدوا كتير من عادات المسلمين. ولكن برضو الكنيسة محافظة، عشان طبعا الفلوس اللي بتاخدها، مصرة على انهم يتميزوا عن المسلمين. دايما بتفكرهم انتوا اقليه، لازم تتميزوا، لازم انتوا بتقول لهم انتوا اصحاب الارض، انتوا اهل الاصليين، انتوا انديجيوس، انتوا الانديجيوس ايجيبشن. وده طبعا غير صحيح، لان مش معقول الانديجيوس مفيش حد يعني اللي اسلموا كلهم كانوا ايه، يعني ايه دول؟ يعني هل كل المسلمين دول عرب؟ لا طبعا مصريين، والابحاث الجينيه اثبتت كده. يعني فهو المصريين لما دخلت المسيحيه، في جزء بقى مسيحي وجزء ما اهتمش. الفلاحين في القرى ما اهتموش يعني بالحكايه دي، عادي يعني اصلا هم ما كانوش مهتمين بالاديان اصلا. لما دخل الاسلام، في ناس كتير جدا دخلت الاسلام، كانوا يا اما كانوا غير مسيحيين او مسيحيين دخلوا الاسلام كتير جدا. لحد النهارده في حاجه اسمها، لما تقرا كتاب شخصيه مصر لجمال حمدان، يقول لك في نسبه كبيره جدا اسمها التحولات السنويه الى الاسلام. في نسبه كبيره جدا من المسيحيين بيتحولوا، بدليل ان هم 5% او 6%. طب يعني ازاي انتوا نسبتكم ما زادتش خالص، مع انهم بذلوا محاولات جباره ايام شنوده عشان يزيدوا. ولكن في جزء كبير جدا بيتحول الى الاسلام، يعني لاسباب كتير. ما بقولش اسباب ايمانيه، لا، اسباب جواز بتاع، واحده حبت واحد، واحد حب واحده، ده شيء طبيعي. الاقليه العربيه اللي هي القبائل العربيه في منها نسبه اندمجوا في الشعب، اللي هم اسمهم عربي وعرابي وعائلاتهم يعني. وفي جزء لسه محافظين على التكوين القبلي بتاعهم في الصعيد، زي بني سليم ومش عارف ايه وعرب جهينه وحاجات زي كده، اللي كان منهم عبد الناصر وبني مر وبني مزار والحاجات دي. في بقى عندنا اقليات، زي ما قلت كان في اقليه الكرديه دي ايام محمد علي كانت موجوده، او قبل الاتراك. الاكراد دول كانوا مرتزقه تبع الاتراك، كانوا جايبينهم لقهر الشعب المصري، لانه عايز ناس يكونوا لا هم مماليك ولا هم مصريين، عشان يقدر لهم يضربوا المصريين، يضربوهم. دلوقتي اندمجوا خالص مع الشعب المصري، ما بقاش فيه يعني. في عائلات اسمها الكردي، لكن خلاص ما بقاش فيها تمايز يعني. في اقليات بقى اضمحلت عدديا زي وتاثيرا، زي الارمن والمارون بتوع لبنان والاقباط. الاقباط محافظين، اكبر اقليه دينيه محافظه على تمايزها. الارمن قالوا شويه، ولو انه لهم تاثير في الاعمال اللي هي زي مثلا الفن. نيلي بقى ونيلي ولبلبه والناس دي، ولوسي ارتين دي كانت جاسوسه، اللي هي المخابرات استخدمتها عشان توقع ابو غزاله، لان امريكا عايزه تمشي ابو غزاله، فعملت له موضوع لوسي ارتين ده، ومبارك ما صدق. فهم ليهم دور في التجسس يعني. في عندنا اقليات سياسيه زي الشيوعيين والوفديين والقوميين والناصريين والملحدين، في اقليات كتير قوي.
نيجي نلاقي ان بيكرهوا الجبارتي، الاقليه كلها بتكره الجبرتي، لان الجبرتي اتكلم عن الحمله الفرنسيه واللي عملته الاقليات في وقته. يعني اتكلم عن الاقباط وعن الارمن وعن المارون وعن الاكراد، وقال ان الاربعه دول شاركوا نابليون في قهر الشعب المصري. والعرب خمسه: الاقباط والارمن والمارون والاكراد والعرب. الخمسه دول انتهزوا فرصه الغزو الفرنسي لمصر وبهدلوا الشعب المصري. ما صدقوا. طبعا الجبرتي فضحهم، لذلك هم بيكرهوا الجبرتي. يقول لك يا جبرتي، اصل الجبرتي ليه بقى؟ اصل الجبرتي كتب كتابين. في كتاب كتبه اثناء وجود الفرنسيين، وطبعا كان بيشتم فيهم وحاجه زي كده. في بعد ما مشوا بقى اتطلب منه، الدوله العثمانيه طلبت منه يكتب كتاب يسجل فيه الاحداث، فاتكلم بلهجه معتدله شويه. فيقول لك ده غير رايه. ما غيرش رايه، ايه ما هو لازم الانسان يغير رايه، مش يغير رايه. يعني ممكن انا بكتب مثلا في لحظه غزو معين، افرض الانجليز غزوا مصر، فانا بشتم الانجليز، ده الانجليز دول مش عارف ايه، ده خنازير، كل الناس بتقول عليهم خنازير. هل دلوقتي احنا بنقول على الانجليز خنازير؟ لا. ساعتها كانوا بيقولوا الناس كانت بتكتب الخنازير الانجليز. هل دلوقتي بنقول على الانجليز خنازير؟ لا. هل انا غيرنا راينا؟ لا. في حاجات بتبقى انفعاليه في وقتها يعني. الجبرتي بقى اتكلم عن الخمس فئات دول، اللي هم الاقباط والارمن والمارون والاكراد والعرب. دول يعني ساهموا بشكل مباشر او غير مباشر في قهر الشعب المصري ايام نابليون. الاقباط مثلا كونوا جيش اسمه الفيلق القبطي، بقى يحارب مع نابليون ضد المصريين. جيش. والكنيسه حتى الان بتعتز قوي بالراجل ده، وبتقول لك ويويس عوض نفسه ومجد فيه وقال لك ده زعيم لاستقلال مصر. زعيم الاستقلال المصري يحارب مع الفرنسيين؟ يعني ازاي بقى استقلال مصر؟ قصدك احتلال مصر من ناحيه الفرنسيين. يبقى ازاي يعني هو افرض الاتراك محتلين مصر، الفرنسيين جم يضربوا الاتراك ويقولوا احنا اللي هنحتل. لما تقف مع الفرنساويين تبقى انت مستقل؟ لا. المستقل انك انت تحارب الاثنين، ماشي، انا موافق. تحارب الاتراك وتحارب الفرنساويين، لكن مش انت تقف مع الفرنساويين ضد الاتراك تقول لي انا مستقل. لا. هو نابليون كان جاي عشان يخلي مصر دوله مستقله؟ ما كانش حد غلب. كان عمل كده في بولندا، اللي قعدوا يبوسوا ايديه وبعتوا له اجمل امراه عندهم عشان يحترم استقلال بولندا، وما ضحك عليهم. فالاقباط كونوا جيش وحاربوا المصريين. والمارون الارمن برضه كونوا جيش، وكان قائدهم اسمه بارثولوميو، او المصريين سموه فرط الرمان اللي كان وشه احمر قوي كده. ده كان من اقذر الناس اللي بهدلوا الشعب المصري. طول عمر الارمن على فكره مش كويسين، يعني الارمن دول مش كويسين. وحتى في مصر في ناس ارمن اسلموا، اللي هي زي عائلات السيسي كلها، دي كلهم ارمن من مدينه سيسي دي كانت عاصمه ارمينيا القديمه. دول الناس مش كويسين خالص، شغلهم كله بالسحر وقرايه الفنجان والمكائد والدمويه والعمل بالسحر. مش اقليه حلوه الارمن دول خالص، خد بالك يعني. عندهم كراهيه للاسلام كده، ان هو دمر ارمينيا. كانوا عايزين يعملوا في الاناضول دوله اسمها ارمينيا، فالمسلمين لما فتحوا ارمينيا منعوا تكوين دوله، وجم الاتراك منع يعني، وهم اشتركوا مع ساكس. يعني احنا بنقول ساكس بيكو دي، تفهم ساكس بيكو دي كانت فيها 4 اطراف، مش الانجليز والفرنسيين بس. سايكس وبيكو دول انجليزي وفرنسي، لكن اللي معاهم 2 كمان، الروس والارمن. الارمن كانوا في اتفاقيه سايكس بيكو اللي دمرت العالم العربي والاسلامي. فالارمن دول احترسوا منهم يعني. طشوف نيلي وبلبلبه يعني بينشروا الفساد وبينشروا الدعاره في السينما المصريه يعني. فاللي انا عايز اقوله ان الجماعه بقى الاقليات اللي هم الشيوعيين وكده بيكرهوا جبرتي، يقول لك ده غير رايه وده مش غير رايه ايه. هو الراجل كتب كتابين عن الحمله الفرنسيه. كتاب كتبه في عز وجود الحمله الفرنسيه، وكان منفعل، وكان يعني يمكن بالغ شويه، او يعني يستخدم لغه حاده، مش بالغ، يستخدم لغه حاده شويه، شيء طبيعي، استعمار. لما مشيوا خلاص وانتهى خطرهم، اتكلم بلغه معتدله شويه. فادي مشكله الاقليات في مصر. طبعا النوبيين عندهم عقده كده، ان هم كانوا في يوم من الايام بيحكموا مصر. طيب ده تاريخ؟ لا. هم في دماغهم ان المصريين سرقوا الحضاره بتاعتهم، زي السودانيين بقى لا في بوزها ولا زي ما بيقولوا، متبنين موقف النوبيين ان هم اصحاب الحضاره المصريه. طبعا ده ناس مخها يعني عايز تزييد يعني، سواء النوبيين او السودانيين، يعني عايزين مخهم عايز يتبخ ويتنظف.